أخي محمد، السلام عليكم. يبدو أنه محمد لا يسمعنا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك أخي محمد. لعلك استمعت إلى حديث الشيخ وأيضا إلى المقطع الذي عرضناه للطفلة الشهيدة فرحة طعوط الذي استشهدت اليوم بسبب سوء التغذية والحصار المطبق على الغوطة. أرجو أن تحدثنا أنت باستفاضة أكثر عن ما يحدث الآن في الغوطة الشرقية أو بالغوطة بشكل عام. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم الشيخ الفاضل. في الحقيقة هذه حالة من حالات كثيرة في الغوطة الشرقية المحاصرة، حيث نعلم جميعا أنه منذ أكثر من شهرين لم يعد يدخل إلى الغوطة الشرقية ولا ذرة من الطحين ولا حتى من حليب الأطفال، وهو حليب الأطفال مقطوع منذ زمن. حليب الأطفال مقطوع منذ زمن. وأنا بصراحة يعني عندما رزقني الله عز وجل طفلة خشيت بشدة على مسألة الحليب، لأنه فعلا حليب أطفال لعمر من 0 حتى 6 أشهر هذا غير متوفر إطلاقا. هذا النوع من الحليب غير متوفر في الغوطة الشرقية إطلاقا. حتى مستودعات تميكو التي غنمها الأبطال، نعم. يعني قدر من الله عز وجل قذيفة نزلت بمستودع الحليب فأحرقته كلها. نسأل الله عز وجل أن يبيد هذه العصابة، هؤلاء الروافض الذين يقتلون أطفالنا بهذا السلاح القذر، ألا وهو سلاح الجوع. واليوم يا شيخي أنا أمس كنت في إحدى مناطق المرج في الغوطة الشرقية. نعم. وسمعت كلمة مؤثرة فعلا. قال أحد الأطباء، قال تبرع لنا أحد المتبرعين ب3 أكفان لكي نعالج بها أو لكي تكون عوضا عن الشاش في مداواة الجرحى. والله بالحرف الواحد قال تبرع لنا أحد المتبرعين ب3 أكفان لكي نداوي بها الجرحى عوضا عن الشاش. حتى الشاش اليوم غير متوفر. وبفضل الله عز وجل مستودعات تميكو أمنت بفضل الله عددا من أدوية الالتهاب وغيرها بفضل الله، ولكن هذه المواد الأولية لا تزال مقطوعة. والنظام السوري يقوم بقنص وقتل كل من يحاول الخروج من الغوطة الشرقية، وكل يوم لدينا أعداد من الشهداء والجرحى الذين هم يحاولون الخروج من هذا الحصار الجائر الذي يفرضه النظام السوري علينا. حتى القالمون اليوم يا شيخي أكثر اليوم من 10 غارات على الأقل على مدينة يبرد وأطرافها بالتزامن مع قصف عنيف مركز. جنوب دمشق يا شيخنا، جنوب دمشق اليوم هؤلاء الروافض استعانوا على قتلهم وبغيهم بالباطل ليقتلوا أهل السنة اليوم في حجيرة البلد. هناك أكثر من 25 شخص يا شيخنا قتلوا ذبحا في حجيرة البلد خلال اقتحام قوات النظام السورية لهذه المناطق. بدأنا بالذيابية والبويضة وسبينة ثم بحجيرة، والنظام السوري مستمر بقتله. اجتمعت الكفر كلها من الروافض والمجوس على إخوتنا أهل السنة هناك. اجتمع أهل اللواء أبو الفضل العباس وحزب الله الإيراني واستخدموا صواريخ داود الإيرانية في قصفهم وقتلهم لإخوتنا من أهل السنة في تلك المناطق. ونسأل الله عز وجل أن يجعل قتل ومقبرة هؤلاء الروافض والمجوس على أيدي إخوتنا المجاهدين في تلك المناطق. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالنصر وأن يخفف هذا الحصار الجائر، أو أن يبيدهم عن عن بكرة أبيهم بإذن الله عز وجل. نعم. يعني اسمح لي أخي محمد، الآن غالبية الشعوب الذي تسمعك أو من يسمعك بشكل عام ممن يعيشون في نعيم، نسأل الله عز وجل أن يمن عليهم بنعيم أكثر مما يعيشون فيه وأن يرزقهم شكرا. لكن يمكن البعض مستغرب، يقول أنت ذكرت في بداية حديثك أنه عندما أتت طفلتك نسأل الله عز وجل أن ينبتها نباتا صالحا قلت خشيت عليها أن لا أجد حليب أطفال. يعني يمكن البعض الآن بدورها في باله في مخه مو ضابطة معاه يعني بالسوري، أنه كيف حليب أطفال مادة أساسية موجود مثلا في كل الدول، موجود في البقالات في الصيدليات في كل مكان. يقول هل يعقل أنكم ما تجدوا علبة حليب واحدة فقط حتى تطعموا فيها الأطفال؟ أخي الفاضل، الحصار ليس من يوم ولا من يومين. والله الحصار بدأ على الغوطة الشرقية منذ حوالي 11 شهرا نحن محاصرون، ولكن كانت تدخل خلال هذا الحصار كان يدخل من منفذين. المنفذ الأول مخيم الوافدين والمنفذ الثاني هو منفذ المليحة.
كان يدخل بعض المواد الغذائية، بعض الرز، بعض السكر. يعني كان تعرف المناطق المحاصرة كان الواحد يدبر حاله فيها. ولكن بالنسبة للحليب والدواء، نعم. هذا يعتبر جريمة عند النظام السوري. نعم. مستحيل أن يدخل نعم. حليب أو دواء إلى هذه المناطق، مستحيل. وأريد أن أشبه الآن، يعني نحن الآن في الغوطة الشرقية، لمن لا يعلم، نحن في الغوطة اليوم 1,200,000 نسمة حسب إحصائيات المكتب الإغاثي الموحد. نعم. ومن هؤلاء 1,200,000 نسمة 46.7 دون 14 من العمر. وهذا يعني أن النظام السوري المجرم يحاصر أطفال. نعم. يحاصر أطفال في المعظم. طيب. والمسألة الثانية أخي فاضل، الغلاء. الكيلو السكر اليوم في الغوطة الشرقية لو وجدته ب1200 ليرة سورية، بينما هو في دمشق ب50 ليرة سورية. ربطة الخبز 10 أرغفة في الغوطة الشرقية لو وجدتها اليوم ب1000 ليرة سورية، بينما هي في دمشق ب10 ليرات سورية فقط. هذا فقط المقارنة. نعم. ولكي نعلم جميعا ما هو حجم الحصار على هذه المناطق. نعم. نحن كما أعلن المكتب الطبي في الغوطة الشرقية أمام كارثة طبية في الأيام القادمة، حيث بدأوا بتنفيذ الخطة ج، وهي الخطة القصوى في الطوارئ للمواد الطبية. الآن لو أتاهم مريض ليس بجريح، ليس لديهم شيء يقدمونه له. لو كان مريض لن تقام له عملية جراحية إلا من كان جريحا يأتي من الجبهة. واضح. إلا من كان جريح يأتي من الجبهة. نعم. أشكرك جدا أخي محمد سعيد، حدثتنا من ريف دمشق. نسأل الله عز وجل أن يكون معكم، أن يعجل بنصركم.